السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين وبرمضان فرحانين ومتهنيين. النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. وطبعا شايفين في بداية الفيديو كده هنبدأ نوفر فعلا التوفير في رمضان. يا جماعة احنا عشان نشتري شوية فول دلوقتي صغننين كده في كيس صغير ب10 جنيه دلوقتي، مش بيبقى باينين. لا احنا هنعمله يقعد معانا يومين بالظبط، حسب عدد أسرتك. نص كيلو يكفيك يومين، كيلو يكفيكي 3 أيام، يومين حسب عدد أسرتك. احنا جبنا الفول ونقعناه قبلها بيوم بالظبط زي ما انتم شايفين، وسبته مليت البولة اللي انا حاطة فيها الفول، مليتها مية وسبته لتاني يوم زي ما انتم شايفين كده. وده تاني يوم بعد ما غسلته وصفيته من المية خالص. وجبته معايا كده، هبدأ أحط الفول في الدماسة اللي معايا دي بتشيل كيلو فول بالظبط. أنا حاطة فيها يعني ده حوالي كيلو إلا ربع من الفول، نقعتهم. ومعايا مع كوباية من العدس، ومعايا كمان 4 جزرات حلوين كده بشرتهم. إيه طبعا براحتك، أنا بحب أكتر الجزر والعدس فيه، بيدي طعم رهيب للفول بصراحة. هحط الفول في الدماسة بتاعتي. ما عنديش دماسة، هدمسه عادي جدا في الحلة، وهعمله معاكم برضو مرة. رمضان كتير، أيام كتير، ربنا يعود علينا بخير يا رب. 30 يوم، فهعملها معاكم إن شاء الله. أعمل معاكم تاني في الحلة وأوريكم إنه بيطلع بنفس النتيجة، مفيهوش أي مشكلة. هتعملي في البيت وتوفري كتير أوي فيه والله. هحط الفول في الدماسة كده، وهنزل عليها بالعدس. يعني هحط عليه بقى كده كوباية العدس اللي أنا غسلتها. ممكن تحطي بديل للعدس الفول المدشوش، الفيل المدشوش اللي هو بتاع البصارة. بيبقى متقشر وجاهز كده عند العطار. لو مش هتحطي عدس يعني، بس انا هحط عدس وهحط كمان عليه جزر كده. خلاص كده تمام. احط بقى انزل عليهم بالجزر، وكمان معايا ليمونتين كده انزل برضو عليهم في نفس الدماسة. احط بقى كده الليمون، وكمان احط الجزر. هتاكلي شوية فول بجد والله العظيم. أنا عملته ما قعدش من طعمه تحفة وحياة ربنا. فطرت تاني يوم بيه أنا وماما و... والعيال، كان تحفة، بتعملي قولي تحفة. والطحينة بقى اللي نزلتها لكم، يعني هتعملي الفول والطحينة 30 يوم في رمضان في بيتك. بصي جربيهم، هتحسي ان التوفير فعلا في فرق كبير قوي لما تعملي حاجة في البيت بتقطع معاكِ. أنا عملت الطحينة تكفّيني شهر بحاله، وكمان هاعمل معاكم الفول طول شهر رمضان. يعني هاعمله في البيت فتوفير. أنا بدل ما أروح أشتري ب50 جنيه سحور بس فول وعيش والكلام ده، أحاول على قد ما أقدر أعمل حاجة في البيت. معايا بقى هنا الكاتل كنت مالياه مَيّة سخنة وغالياها، وهانزل عليه بالمَيّة السخنة كده. ما تحطيش مَيّة ساقعة عليه، انزلي عليه بمَيّة بتغلي. تمام كده. هارفع بقى الفول بتاعنا على نار عالية، يعني وسط كده، مش عالية قوي. يا دوبك بس يبدأ ياخد غلو، وبعد كده هدي عليه زي الشمعة بالظبط. اسيبه بقى لحد ما يستوي براحته خالص. انا شغلت عليه النار وسبته واستوى وبقى تمام. بس كان فاضل له سنة واحدة بس من السوا. والكلام ده كنت عاملاه بالليل خالص، كان وقت متأخر. فطبعا كنت عايزة انام صراحة، كنت جاية متأخر من عند ماما وكنت عايزة انام. فرحت مسيباه على النار كده وإيه وسِبته شوية استوى. وبعد كده تاني يوم هاوريه لكم بقى بعد ما خلّصته وطلّعته من الدمّاسة تاني يوم. شوفوه، يعني شوفوا لتاني يوم ما كناش كلنا منه إلا تاني يوم. بس كان طعمه وكان ريحته كان رهيب بصراحة. بصوا، انا كده بقلبه ما شاء الله كان بدأ يغلي معايا. ههدي بقى عليه النار على شمعة كده واسيبه براحته خالص. طبعا انت عايزة تعمليه مثلا في رمضان وفي نفس اليوم تاكلي منه، يعني تعمليه في نفس اليوم. ممكن تنقعي الفول الصبح بدري، يعني احنا ساعات بنقوم كده الصبح قبل ما نعمل اي حاجة في المطبخ بننقع الفول واسيبه على اخر اليوم.
باروح كده قبل الفطار أو بعد الفطار مباشرةً مش مولعة عليه، على السحور تاكلي منه. يعني باولّع عليه على السحور على نار هادية كده من بعد الفطار، على السحور بالضبط تاكلي منه، بيكون استوى بيكون معاكِ تمام. أهم حاجة تنقعي الفول قبليها يعني، قبليها بكام ساعة أو قبليها بليلة بيكون أفضل. أنا هنا حطيت الحلة اللي فيها بقية المَيّة اللي كانت في الكاتل حطيتها عليه، بدل ما كل شوية أسخّن مَيّة في الكاتل والّا على البوتاجاز، لأ أنا هاسخّن المَيّة وهو بيغلي كده السخونية أو السخونية طالعة منه هتسخّن لي المَيّة، فهابدأ أزوّد منه، أزوّده بمَيّة سخنة، ما ينفعش أزوّده بمَيّة ساقعة، بازوّد بالمَيّة السخنة بتاعنا. أمّا شوفوا الفول بقى عامل إزاي، الفولة كده كانت خلاص قرّبت تستوي كانت دايبة والله. بُصّوا ده كده كان تاني يوم، يعني قُمت بقى كده الصبح خلاص وقلّبته وخلّيته سِخِن كده وخَد غلوة تاني، وبعد كده بدأت بقى أحُط منه كده شايفين ما شاء الله يعني الفولة تفتح النِفس. بُصّوا اللهم بارك يعني حاجة كده تعمليها في البيت، والله وإحنا بنفطر منه ماما بتقول لي طعمه زي العسل، فقُلت لها الحاجة أنا طبعي ما باحبش أكل الجاهز نهائي، ولو عملت الحاجة وطعمها أقل من برّه بس بفضل الله الحاجة بتطلع ممتازة. بتبقى أفضل بالنسبة ليّا أحسن من حاجة برّه، أنا مش ضامنة الحاجة اللي معمولة برّه دي مغسولة إزاي ومعمولة إزاي، فأنا عاملة الحاجة في بإيدي في البيت، ضامنة جودة ونضافة الحاجة اللي أنا عاملاها، باكل الحاجة وأنا متطمنة، غير إن الحاجة بتقطع معايا كميات طبعًا أحسن بفضل الله بتبقى حاجة أفضل وأحسن. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم، واستودعكم في رعاية الله. مع السلامة وكل سنة وانتم طيبين، واستني مني كل جديد في رمضان إن شاء الله. السنة اللي فاتت عملتها لكم بطريقة تانية على القناة برضه.